ايوه كده يا جدعان، مزجونا ومتعونا وابسطونا. هو ده النادي الاهلي اللي احنا عايزينه، هو ده اللعب اللي احنا عايزينه، رباعيه مع الرأفه. النادي الاهلي وريبيرو النهارده عملوا جيم عالمي، جيم على اروع ما يكون. العمق مقفول، سهله وبسيطه، نلعب على الاطراف. هو ده اللي عمله ريبيرو والنادي الاهلي النهارده. كل لعب النادي الاهلي النهارده يا جماعه كان متركز على الاطراف. وريبيرو عمل تغييره في بدايه المباراه، انه اخيرا اقتنع بوجهة نظر جمهور النادي الأهلي ولاعب ديانج من بداية المباراة. شفت انت فاركو النهاردة طول ما ديانج موجود في الملعب؟ ما شفتوش يا معلم؟ ديانج قاطع مية ونور على أي فرقة بتحاول تهاجم على النادي الأهلي. ديانج لغاية قبل ما يخرج من المباراة وهو قاطع ميه ونور على فرقه فاركو. فرقه فاركو مش عارفه توصل لمصطفى شوبير لغايه ما ديانج خرج من المباراه. الهدف اللي احرزه فرقه فاركو نتيجه خروج ديانج، ونتيجه طبعا غلطه مشتركه ما بين هاني وما بين مصطفى شوبير. ولكن يا جماعه ديانج رمانه ميزان، دي التغييره اللي فرقت النهارده مع الاهلي كتير. التغييره التانيه برضو اللي فرقت مع النادي الاهلي ان زيزو لعب في وسط الملعب، ولعب تريزيجيه في الجناح اليمين، وبن شرقي لعب مكانه ناحيه الشمال. فعملنا جبهات ناريه، جبهه شمال مكونه من كريم فؤاد وكان بن رمضان بيميل كتير ناحيه جبهه الشمال مع بن شرقي، وجبهه يمين كان فيها زيزو في اوقات كتير جدا مع تريزيجيه ومع محمد هاني اللي اتطرد النهارده. بشوف له عرضيات اخيرا. محمد هاني في المباراه اللي اتطرد فيها بيعمل 2 اسيست الهدف الاولاني الجميل لمحمد شريف، واسيست الهدف الرابع لجراديشار. محمد هاني، شكرا يا محمد يا هاني. هو ده اللي احنا عايزينه يا جدعان، هو ده اللي احنا عايزينه من باك النادي الاهلي. الكرات العرضيه السليمه، ان انت تعمل عرضيات سليمه، ان انت تهاجم بشكل كويس. وعايز تغيظه هات له زيزو، عايز تغيظه تجيب له مين؟ تجيب له زيزو. زيزو النهارده يا جماعه لما لعب في قلب الملعب شكل خطوره كبيره جدا، جاب هدفين ولا اروع، هدفين من لعب مفتوح. يا جماعه كنت بتشوفها دي مع نادي الزمالك لما كان بيلعب في الزمالك، كان بيجيب هدفين من لعب مفتوح. ما كانتش بتحصل مع الزمالك، كان لازم ضربات جزاء. لكن مع النادي الاهلي يا ابني، النادي الاهلي غير. النادي الاهلي بيعلي اي لعيب. اللي جونين دول يا جماعه ما دخلوش في شباك فاركو ولا دخلوا في شباك شيكا حارس مرمى فاركو، لا، ده دخلوا في قلب كل زملكاوي ومشيها قلب كل زملكاوي. زيزو النهارده يا جماعه بيتحرك في كل حته في الملعب. زيزو بيقول لجمهور الزمالك مش انتوا شتمتوني وجمهور الزمالك شتمني، انا هوريكم مين زيزو. زيزو يا جماعه في ماتشين عامل 2 اسيست في الماتش الاولاني وهدفين النهارده، 4 مساهمات تهديفيه في ماتشين يا جماعه. زيزو يوجع، زيزو يؤلم، زيزو ضربه في القلب، ضربه لا يمكن هتنساها يا غريمي. بيتحرك في كل حته في الملعب يا جماعه. شفت تحركه في الجون الاولاني ولما نقل نفسه من ناحيه اليمين لناحيه الشمال، وهو اللي ابتدى الكوره وكمل في الكوره علشان يجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي يا جماعه. تحرك عالمي وتحرك يدرس. شفت تحركه في الجون الثاني اللي جابه لما بن شرقي رقص اللعيب ودخل عند خط التماس ولعب الكوره بالعرض عشان زيزو يستقبلها بمنتهى السهوله ويحطها في مرمى شيكا زي السكينه في الحلاوه. الله عليك يا زيزو وانت بتضرب الزملكاويه، الله عليك يا زيزو يا حراق. بن رمضان يا جماعه كواليتي ما دخلش مصر من سنين طويله، كواليتي لاعب وسط على اروع ما يكون. بن رمضان النهارده يا جماعه عمل عرضيتين شفا، عرضيتين دواء، عرضيتين بيقولك ان انت معاك لعيب كواليتي نادر انها تلعب في الدوري المصري. العرضيه الاولانيه وهدف اولاني لتريزيجيه والحكم لغاه بداعي التسلل، والعرضيه الثانيه وهدف اولاني لزيزو في المباراه والهدف الثاني للنادي الاهلي. عرضيتين شفا يا جماعه. شفت بن رمضان بيعدي ازاي من ناحيه الشمال وبيخترق ازاي من ناحيه الشمال، بيحتفظ بالكوره يا جماعه، محدش بيقدر يقطع منه الكوره بشكل غريب يا جماعه. بيحارب على كل كوره، بيقاتل على كل كوره. صعب جدا ان انت تاخد كوره من رجل محمد علي بن رمضان. اتمنى يا جماعه من ريبيرو يكون اقتنع ان خط وسط النادي الاهلي في وجود اليو ديانج هو في امان، وان دفاع النادي الاهلي في وجود اليو ديانج هو في امان. اتمنى يا جماعه ان ريبيرو المباراه اللي جايه مباراه غزل المحله في المحله هتبقى مباراه صعبه جدا، لازم اليو ديانج يبدا اساسي في وسط الملعب. لغايه دلوقتي انا حاسس ان ريبيرو مش مقتنع 100% باليو ديانج، ولكن اليو ديانج يا جماعه والله العظيم دبابه في وسط الملعب. انا ما شفتش فاركو يا جماعه طول الشوط الاولاني لغايه ما خرج اليو ديانج في الدقيقه 70 او 75 من الشوط الثاني يا جماعه. ما شفتش فاركو نهائي بيهدد مرمى مصطفى شوبير يا جماعه. انت متخيل ان الجون اللي دخل فيه
فينا بعد خروج اليو ديانج بلحظات قليله جدا اليو ديانج هو صمام الامان. هتيجي تقول لي طب ليه ريبيرو غيره؟ انا مش شايف ان ريبيرو ما غلطش في تغيير اليو ديانج يا جماعه، علشان من الاخر كده اليو ديانج كان معاه انذار، الحكم اتلكك له واداله انذار ملوش اي داعي، والحكم كان متحفز جدا ضد لعيبه النادي الاهلي، وكلنا شفنا الطرد الغريب اللي عمله ضد محمد هاني، فكان متوقع جدا ان يدي الانذار الثاني لاليو ديانج ويطرده من المباراه. فكان ريبيرو مجبر ان هو يغيره في الشوط الثاني علشان ما يطردش من المباراه، ولكن اليو ديانج لا غنى عنه في خط وسط الملعب. انت بتلعب ب 2-8 وارتكاز رقم 6، 2-8 بين رمضان وزيزو، وارتكاز رقم 6 ده لازم يبقى لاعب قوي جدا علشان الكرات المرتده، لان انت بتنطلق بكل خطوطك وبتفتح كل خطوطك وبتطلع الفرقه كلها بتطلع لقدام، والاثنين السيرد باك بيبقوا واقفين عند خط السنتر، والاجنحه مع الباكات كلهم بيطلعوا لقدام، فمحتاج لاعب دبابه في وسط الملعب علشان يمنع التحولات الهجوميه السريعه اللي ممكن يعملها اي فريق ضدك. واللاعب الانسب واللاعب الاجهز في تشكيله النادي الاهلي ان يعمل ده هو اليو ديانج. اداره النادي الاهلي عليها انها تجدد لاليو ديانج في اسرع وقت ممكن. خطا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير احنا كلنا بنتلكك لك يا مصطفى شوبير. يا مصطفى احنا بقالنا سنتين عمالين نقول مصطفى شوبير لازم يبقى الحارس الاساسي للنادي الاهلي. اول ما تجيلك الفرصه يا مصطفى يا ريت تستغلها يا مصطفى. لو الفرصه دي ضاعت منك صعب جدا ان انت تلعب اساسي تاني على حساب الشناوي. غلطه غريبه جدا. محمد هاني رجع الكوره بمنتهى الغرابه، برغم ان انت كنت جنبه كان ممكن يبصها لك بدماغه، رجعها بمنتهى الغرابه، وانت بدل ما تسيبها تطلع كورنر علشان تمنع الكورنر عن النادي الاهلي اتسببت في هدف في مرمى النادي الاهلي. غلطه غريبه جدا ما يعملهاش حارس صغير، ولكن انت ليك العذر يا مصطفى، انت ما بتلعبش بقالك كتير، كل جمهور النادي الاهلي واقف في ظهرك وهيدعمك، لكن يا مصطفى اتمنى ان انت تركز وتستغل الفرصه علشان تثبت لكل الناس ان انت الاقدر بحراسه مرمى النادي الاهلي. يا اخي احنا بنتلكك لك يا اخي، والله العظيم احنا بنتلكك لك وجمهور النادي الاهلي بيتلكك لك، بس انت استغل الفرصه يا مصطفى وبلاش تعمل الغلطات الكارثيه دي، لان دي ممكن في مباريات تانية تكلفنا نتيجه المباراه. اظن كده بقى يا ريبيرو انت عرفت الطريقه. دفاع متكتل، العب على الاطراف، شكل جبهات ناحيه اليمين وناحيه الشمال، دفاع متكتل، تسديد على المرمى كتير، هتفك اي دفاع متكتل. النادي الاهلي يا جدعان انا مش مصدق ان هو النهارده جاب 4 اهداف منهم هدفين بضربات راس، وجاب هدفين في الماتش اللي فات بضربات راس، يعني من 6 اهداف النادي الاهلي جايب 4 اهداف بضربات راس. النادي الاهلي يا جدعان كان بيقعد سيزون كامل علشان يجيب هدف او هدفين بضربات راس. النهارده مع وجود زيزو بن رمضان في الملعب وياسين مرعي اللي بيلعب براسه كويس، بنشوف النادي الاهلي بيجيب من 6 اهداف 4 اهداف بضربات راس. واضح انه هيبقى الفتره اللي جايه سلاح فتاك للنادي الاهلي. الاطراف هي الحل يا ريبيرو، التسديد على المرمى هو الحل واللي يفك اي دفاع متكتل يا ريبيرو. نتمنى تستمر على نفس الاسلوب ده، اديك اهو ابتديت تمشي على الطريق الصح، نتمنى الاستمراريه. بس ده كان كل اللي معانا في حلقه النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتكم يا جماعه تدعمونا بلايك بشير بكومنت. مستني اراءكم في الكومنتات عن مستوى لاعيبه النادي الاهلي في مباراه فاركو. ايه رايكم في الاداء؟ ايه رايكم في التغييرات؟ انا شايف ان التغييرات ما كانتش مؤثره بشكل كبير، يمكن هي تغيير جراديشار عشان احرز الهدف الرابع، لكن غير كده التغييرات ما كانتش مؤثره بشكل كبير. ولكن يا جماعه رايكم هو الاهم. اتمنى كمان يا جماعه تعملوا لنا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وتعملوا لنا فولو على صفحتنا على الفيسبوك وعلى صفحتنا على التيك توك. سلام.